بما ان ال AI بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا، فحتى المطبخ بقينا بنحتاج فيه AI. قلت لشات جي بي تي عندي دبابيس فراخ اقدر اعمل بيها ايه؟ قال لي على الريسيبي دي، فيلا بينا نجربها مع بعض. اول حاجة هنحتاج معلقتين كبار من الصويا صوص. الريسيبي الاصلية اللي شات جي بي تي بعتها لي مفروض فيها معلقتين كاتشب، بس للأسف الكاتشب لقيته خلص فاستخدمت باربيكيو صوص. برضو هنستخدم معلقتين كبار. بعد كده هنحتاج عصير ليمون، تقريبا هنحتاج ليمونتين كبار، ممكن تكتروا شوية بس انا اكتفيت ب2 ليمونة بس. كمان هنحتاج معلقتين كبار من الخل الابيض او خل التفاح على حسب انتوا عندكوا ايه او بتحبوا تستخدموا ايه. هنضيف ملح بس هناخد بالنا عشان الصويا صوص ممكن تخلي الاكل مالح. كمان هنضيف معلقة كبيرة من البابريكا العادية او البابريكا المدخنة زي ما انتوا عايزين. انا هنا استخدمت بابريكا مدخنة. طبعا ما ننساش الفلفل الاسود. بعد كده هنعمل ميكس 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 كويس قوي لحد ما نتأكد ان كل المكونات امتزجت ببعض كويس. وهقولكوا على تريك حلوة قوي تخليكوا تستمتعوا بالصوصز او التتبيلة الحلوة دي. هنا بقى انا شلت كل الجلد اللي على الفراخ علشان اقدر اكل الفراخ بالصوص كامل، يعني ما يطلعش الصوص في الجلد ويبقى الفرخة نفسها مش متبلة. ميزة الريسيبي دي انتوا مش محتاجين اصلا تسيبوها تتبل بسرعة، ممكن تعملوها وتحطوها في الفرن على طول. هتحطوها في الفرن على درجة حرارة 200، الفرن يكون متسخن قبلها. وهنجهز دريسنج في اخر الفيديو هتشوفوه علشان نحطه بعد ما الفراخ تستوي 100% على الفراخ، ونشغل الشواية شوية بحيث ان هي تدينا لون حلو زي اللي شفناه في اول الفيديو. وبعد كده هنغطي الفراخ بفويل كويس قوي عشان نتأكد ان هي استوت. بعد ما غطيتها بفويل قلت ان انا ليه ما احطش بطاطس من تحت، فقطعت شرائح بطاطس رفيعة شوية مش بسمك صينية البطاطس. هنا تقريبا هي خدت من نص ساعة ل45 دقيقة حسب شات جي بي تي. ده بقى الدريسنج اللي احنا هنحطه على الفراخ من فوق ونشغل الشواية عليها تقريبا ربع ساعة. هنحط صويا صوص وباربيكيو صوص وبس، وألف